انا في ثانويه عامه وعايز اسيبها وما اكملش تعليم واجي المانيا. عموما انت لو هتيجي المانيا بطريقه شرعيه تمام عشان تبقى وضعك كويس ومحترم جوه المانيا، لازم ان انت يكون معاك ثانويه عامه او ما يعادلها. طيب انا دلوقتي معايا ثانويه عامه وخدت الثانويه العامه، اجي المانيا ازاي بقى؟ انت المفروض بتاخد لغه عشان تيجي تكمل دراستك هنا تدريب مهني، تمام. طيب أقدّم في كُلّية في مصر؟ طبعًا أقدّم في كُلّية في مصر علشان تعرف تطلع في أول سَنة أو تاني سَنة في أجازات الكُلّية، تمام. ده أولًا. ثانيًا علشان ما فيش حاجة مضمونة، تمام. لإن أنت بتمشي الطريق وبتسعى وبتعمل اللي عليك، والنتيجة دي بتاعة ربنا، النتيجة دي برّه عنّك. فإن أنت تسافر أو لأ دي حاجة في علم الغيب، أنت ما ضمنتش السفر، ولكن أنت سعيت وعملت اللي عليك. فأنت عشان ما تخسرش كل الأمور وما تخسرش كل حاجة، تقدر إن أنت تكمّل في كُلّيتك عادي لحد ما تيجي لك فرصة السفر ولحد ما تمسك فيزتك في إيدك، وساعتها تيجي ألمانيا وتستقر وتقعد ال3، 4 سنين بتوعك والّا ال5 سنين، وتبدأ تقدّم على جنسية وخلاص، والموضوع بيبقى هتبدأ تستقر معاك. إنّما طول ما أنتش عارف راسك من رجليك، اوعى تسيب دراستك في مصر أو في المكان اللي أنت فيه. طول ما أنتش عارف راسك من رجليك ومعاكش فيزا وتذكرة طيران، اوعى ما تكمّلش دراسة، وكمّل دراستك وقدّم في كُلّيتك وكمّل فيها لحد ما ييجي لك فرصة تفضل تكمّل دراستك، وتفضل تكمّل لغتك، وتفضل تكمّل دراستك اللي هي الأساسية لحد قبل ميعاد الطيارة بيوم. بالتوفيق إن شاء الله، وربنا يوفقك لكل خير.